مرحبا بكم مع زهرة أم سراج. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم وجبة خفيفة وظريفة، وجبة غداء أو عشاء، داكشي كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. سمحوا لي البنات، أنا خرجت وجيت معطلة، وهادشي اللي قدرت نوجد معكم، وكنتمنى تقبلوا عليا. حتى جيت هنا البصلة ومطيشة، 5 البصلات الحجم متوسط و3 مطيشات وشويه د المعدنوس قطعتهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، وضفت لهم هنا رشه ملح، والملحه كتبقى طبعا على حسب الذوق. صافي هنا غنضيف شويه د الزعتر، تقدروا تعملوا اي منسم عندكم نتوما، تقدروا تعملوا ازير ولا ورقه سيدنا موسى. انا اكتفيت غير بالزعتر لحقاش غنعمل الحوت تونينه، تقدروا تعملوا اي نوع د الحوت بغيتو نتوما. وغنعمل شويه د الابزار ما نكتروش بزاف باش ما تجيناش حاره، على حسب العيال الصغارين. وحتى اذا كنتو كتبغيو الحار تقدروا تضيفوا الحار، المهم انا هنا عملت غير شويه د الابزار فقط. وبالنسبه للحوت استعملت تونينه، عملت لها شويه د الملحه وشويه د الزعتر. الصراحه البنات كتجي غزاله بالملحه والزعتر، المهم انا كنت مزروبه. وهادشي اللي قدرت نوجد معكم، وكنتمنى البنات تقبلوا عليا حيتاش كنت خرجت وجيت معطله. وملي وجدتها قلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. المهم نتوما شفتوني كنت قطعت البصله ومطيشه، وديك الساعاتك بديت التصوير، قلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. صافي هنا من بعد البنات ما عملت الحوت ديالي في الصينيه، نضيف له شويه الزيت النباتيه وندخلو الفران يطيب لمده 30 دقيقه، ما يطيبش بزاف لحقاش الحوت دغيا كيطيب. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما طاب الحوت. الصراحة بيني وبينكم البنات، واخا غير بصلة ومطيشة كتجي غزالة ولذيذة، وجربوها انا متأكدة عاد عجبكم. صافي هنا من بعد ما وجدت، هذا هو الشكل النهائي ديال البنات. وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة باذن الله.